الفيلم اللي معانا النهاردة بيناقش قضية مهمة جدا في مجتمعنا. فيلم طلق صناعي هو فيلم كوميدي بس واقعي، بطولة ماجد الكدواني وحورية فرغلي وإخراج خالد دياب. بيبدأ الفيلم مع حسين ومراته في سفارة أمريكا مع الموظفة بتسأله إيه اللي اتغير معاكوا المرة دي عشان تقدموا لفيزا أمريكا، وبيبدأ يشرحوا إنه فتح مشروع وهي بقت موظفة في شركة والأوراق كلها معاكي وسليمة. وبتسألهم عندكم أملاك تانية أو شقة أو أي حاجة، وبيجاوبوا بيقولوا لأ، فبياخدوا رفض للفيزا وبتقول لهم يحاولوا تاني بعد 6 شهور. وهنا حسين بياخد مراته ويقول لها تعالي بس، ويقعدوا على الكرسي وبيديها حبايه ويقول لها خدي الحبايه دي، الحبايه دي اللي هتخلينا نعمل اللي كنا عايزين نعمله لو سافرنا امريكا. وبتقول له انا خايفه، ويقول لها ما تخافيش، الموضوع مش هياخد وقت كتير، ويحاول يقنعها انها ما تخافش وان الموضوع هيعدي عادي. وبتوافق انها تاخد الحبايه فعلا وبتدخل الحمام. وبتخبط واحده عليها عشان عايزه تخش الحمام، وحسين بيحاول يهديها انه ما ينفعش كده وانها دقيقتين وهتخرج ان شاء الله. وبتسمع الست صوت عياط في الحمام، وبيجي السكيورتي يحاول يخبط عليها وبيعرف ايه، وحسين بيحاول يقنعهم انه مفيش حاجه يا جماعه، وبيبلغ الامن ان في حاله طارئه في الحمام. وهنا حسين بيبلغ هبه انها ترد عشان لو ما ردتش هيفتحوا عليها الباب. والامن مشغول بيحاول يفتح باب الحمام. حسين فكر في فكره جنونيه ممكن تكلفه كتير. وفي لحظه حسين بياخد المسدس من الامن وبتطلع طلقه فعلا، وبيحصل ذعر في المكان والناس كلها بتجري. وهنا بيهدد حسين انه هيقتل الشخص ده لو المارينز ما نزلوش اسلحتهم حالا. وبعد كده الفيلم بيبتدي يحكي ايه اللي كان بيحصل قبل ساعة من اللي حصل ده. وهنا حسين ومراته بيتكلموا عن الموظف العنيد اللي بيرفض اي حد بدون اي سبب، وبيقول له ده لو هو نفسه اللي بيقدم مش هيدي لنفسه الفيزا. وهنا اندرو بيحاول يدي زميلته الامريكيه هديه بس بيتراجع لما ورت له هديه طارق الموظف المصري اللي شغال في السفاره، وواضح جدا انه متغاظ وبيحاول يقلل من طارق باي طريقه. وهنا شابين بيعملوا انترفيو وبيحاولوا يبينوا انهم شواذ عشان يقدروا ياخدوا الفيزا، باعتبار يعني ان هناك عندهم حرية وبتاع. وبيقول لهم يعملوا كشف طبي عشان يثبتوا ده فعلا. وشخص تاني بيحاول يثبت انه غير ديانته للمسيحية، بس هو بيحاول يخفي الموضوع ده وبيبرر انه عايز يسافر عشان يقدر برضه ياخد الحرية اللي هو عايزها. وبنرجع تاني لما حسين ماسك السلاح ومقرفص كل اللي في السفارة على الأرض. وبتخرج هبة من الحمام وبتقول له يا نهار اسود انت ايه اللي بتعمله ده، وبيقول لها ما كانش في حل تاني غير ده. وهنا الموظف بيقول لحسين حتى لو الطفل اتولد هنا مش هياخد الجنسية لأن دي تعتبر أرض اعتبارية وليست حقيقية. وحسين بيقول له أنا سائل كويس وعارف ومتأكد أنا بعمل إيه. وبتقع هبة من طولها وبيجي البوليس لمكان السفارة، وبيتكلم مدير الأمن مع السفير وبيقول له إن كل شيء تحت السيطرة. وحسين بيقول لكل الناس تطلع موبايلها وتحطها على الترابيزة. وهنا في موقف كوميدي بيبعدوا عن الشخص الشاذ وبيقولوا له ملناش في الشمال يا ليزبيان. وهنا هبة بتحاول تقنع الناس انهم يقوموا ياخدوا السلاح من جوزها بس محدش يأذيه وانه راجل غلبان اصلا. وسيد رجب بيحاول يقنع انه بيعرف يتفاوض وانه خبير استراتيجي اصلا. وفعلا عرف يتفاوض سيد رجب كويس جدا. وبيخلي حسين كل الناس تحاول تقفل باب السفارة بكل حاجة موجودة في السفارة. وبيخلي حسين كل الناس تدور في الباسبورات على مهنة حد يكون طبيب. وبيلاقي حسين بلطو واحد وبياخد صاحب البلطو وبيقول له حرام عليك، واحدة قاعدة بتموت وانت قاعد ساكت، وبيقول له ولدها حالا. وبيحاول يقول له انه مش دكتور بس ما بيصدقهوش، ويقول له ولدها حالا. وفي الاخر بيقول له انه ساقط اولى طب ومزور المهنه عشان ياخد الفيزا. وبيحاول حسين يتواصل مع السفير عشان يدخله دكتور فورا، بيهدده انه هيموت كل اللي موجودين. وهنا البوليس بتعمل تحريات عن حسين وبتروح لبيت اهله وبياخدوا عديله المحامي بيومي فؤاد. وهنا فعلا بيبعتوا دكتور، وبيخلي حسين سعيد يسأل الدكتور كام سؤال عشان يتأكد ان الدكتور فعلا. والدكتور بيقول انه لازم تتحرك على المستشفى حالا عشان هيحصل انفجار للرحم. وبيعمل حركة ذكية جدا حسين، بيخلي الطبيب يعمل بصمة في السفارة وبيكتشف انه رائد طبيب اصلا. وبيحاول سعيد يدي الحقنة لهبة عن طريق واحد صاحبه. وهنا هبة بتعترف لحسين انها ما خدتش الحباية اصلا، وقالت له خفت عليك وعلى عيالي يا حسين، وانها رمت الحباية في الكبانيه. وحسين هنا حس انه خلاص فقد الامل وان كل اللي عمله ده على الفاضي، بس بيقرر حسين انه هيحاول يولدها بالعافية ومن غير اي حباية. وبينزلها وبتطلع على الترابيزة وبيخليها تاكل قرفة عشان عارف ان القرفة والمجهود بيحموا الطلق. وهنا المسيحي بيحاول يقنعهم انه مسيحي فعلا، والموظف قاله لو مسيحي وما بتكدبش ادعي. وبيحاول يدعي فعلا بس مش عارف اي حاجة. وبتقول له جينيفر هو انتوا كلكم كدابين كده؟ قال لها والمصحف مسيحي. وهنا عبد الفتاح عديله بيتصل بحسين وبيقول له انت فاكر عيالك هياخدوا الجنسية في السفارة؟ يا عم ده انا كنت بهزر معاك. وهنا بيحاولوا يدخلوا عبد الفتاح السفارة لحسين عشان يصدق انه ما بيكدبش عليه. وبيدخل فعلا عبد الفتاح وبيحاول يقول له انه مستحيل ولادك ياخدوا الجنسية لو اتولدوا في السفارة. وبيقول لها انت مصدقة ده ملعوب في وشه تنس. وهبة بتهدد حسين انها هتموت نفسها لو ما فتحش الباب وخرج الناس من هنا حالا.
وبيقطعوا النور عن السفارة وبيبعتوا إشارة للموظفين إنه يخلي حسين يتحرك عند مكان تاني عشان الشبكة أحسن. وبيروح حسين فعلا المكان اللي قالوا له عليه وبياخد طلقة في دراعه فعلا. ولما الناس حاولت تخرج من السفارة هبة مسكت المسدس وقالت لهم محدش يتحرك من هنا، حد يشوف جوزي. بس حسين بيقوم فعلا وبيرجع تاني عادي. والصحفيين بيتجمعوا من السفارة بعد ما الخبر انتشر فعلا. وحسين هنا بيطلع بيتكلم وبيحاول يقول للناس كلهم انه مش ارهابي وانه مصري ومراته حامل وعايز يولدها بس جوه السفارة عشان ولاده ياخدوا الجنسية، وانه عارف انه اللي عمله ده غلط بس اللي غلطان يتحاكم مش يموت هو ومراته وعياله. وبتقوم مظاهرات عشان خاطر حسين بتطالب انه يتم التعامل معاه على اساس انه مواطن مصري ومش ارهابي. وهنا حسين بيبلغ الناس ان الباب مفتوح واللي عايز يخرج يخرج خلاص. وحسين بيترجاهم ان مراته ما عملتش حاجة وان هو بس اللي عمل. واندرو بيبلغ حسين كود اوضة مصفحة عشان لو حصل هجوم عليهم يكونوا في امان. وهنا المظاهرات امام السفارة تعاطفا مع حسين عشان ما يحصلش اقتحام للسفارة، بس بيحصل الاقتحام فعلا للسفارة وحسين بيترجاهم انه محدش يضرب نار وانه مستسلم بالفعل. والمفاجأة هنا ان الطفل بيتولد في السفارة قبل القبض على حسين ومراته، والسفير هنا بيوقف الهجوم بسبب احتمالية 1 في المليون ان الطفل يكون امريكي ما يقدرش يخاطر بحياته، وبيؤمر ان الاسعاف تخش فورا. وبعد ما بيطلع من السفارة بتجيب هبة الطفل التاني، بس واحد اتولد في السفارة وواحد اتولد بره. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك تلخيص الفيلم ده وعايز نكمل افلام تانية دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.